السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فجرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية مفاجأة كبيرة بإعلان دخول نادي برشلونة في صراع التعاقد مع كيليان مبابي جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، وأحد الأهداف الرئيسية للغريم التقليدي ريال مدريد رغم تجديد عقده لمدة موسمين حتى يونيو 2025. كان كيليان مبابي قريبا من الانضمام إلى ريال مدريد الصيف الماضي، لكن جدد عقده في النهاية مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2025 بعد عدة ضغوطات من جهات مختلفة. وكشفت الصحيفة عن دخول مسؤولي برشلونة في صراع التعاقد مع كيليان مبابي، مستغلين في ذلك الحالة التي يعيشها نجم منتخب فرنسا بعد خسارة كأس العالم قطر 2022 أمام صديقه وزميله ليونيل ميسي قائد الأرجنتين. وأضافت أن اتفاق والد ميسي على تجديد عقد نجله مع باريس سان جيرمان لمدة موسم نقطة قوية يلعب عليها مسؤول البارسا لحسم الصفقة، خاصة أن البرغوث بات النجم الأوحد داخل ملعب حديقة الأمراء بعد التتويج بالمونديال. وأكملت أن قرار إدارة باريس سان جيرمان بتجديد عقد ميسي على الرغم من قيام زميله إيميليانو مارتينيز حارس مرمى الأرجنتين بالسخرية من المهاجم الفرنسي أغضب كيليان مبابي كثيرا، وهو يعزز فرص البارسا في التفاوض مع اللاعب. وأكدت الصحيفة أن تصريحات مسؤول ريال مدريد بأن عودة النادي للتوقيع مع كيليان مبابي مجرد ألعاب نارية بدون بارود يفتح الطريق أمام برشلونة لضم نجم منتخب فرنسا. وألمحت الصحيفة أن كيليان مبابي جناح فرنسا وباريس سان جيرمان يرى أن التوقيع لبرشلونة هو القرار الأفضل، خاصة بعد الهجوم المدريدي الكبير عليه على شبكات التواصل الاجتماعي. وأنهت الصحيفة أن مبابي يعلم جيدا بأن المستقبل الكامل له في برشلونة، خاصة بعد اعتزال أو رحيل روبرت ليفاندوفسكي البالغ من العمر 34 عام. شكرا على مشاهدتكم وإلى اللقاء.